صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا فيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو كده فضفضه ما بيني وما بينكم. هو عباره عن روتين، ازاي بنغير الروتين وازاي يعني لما بنزهق من يومنا. طبعا قبل ما اقول اي حاجه، اليوم اللي احنا بنفضل نزهق منه ده نعمه كبيره اوي، ان انت تروح شغلك، تروح دراستك، تروح اي حته انت بتعملها كل يوم في سلام. بتروح الحته اللي انت روحتها دي معتاده كل يوم، بتخلص تروح تاكل تنام. نعمه كبيره جدا جدا لا تقدر بثمن. كلنا عارفين الكلام ده كله طبعا، ولازم قبل ما انام اشكر ربنا على اليوم اللي عدى بسلام، واول ما اصحى اشكر ربنا انه اداني فرصه جديده ابدا بيها يوم وحياه جديده، ان اليوم بحياه كامله جديده. تمام، ازاي بقى اغير الروتين بتاعي؟ يعني انا النهارده مثلا في فيديو نزلته، كنت يوم الخميس ده رحت مشوار، جه فجأة. في مشاوير ممكن تجيلك، ممكن تقدر تروح، ممكن تكنسلها لان انت مخنوق او زهقان. لا روح والله. يعني انا كان جاني المشوار اللي هو بتاع الكورة بتاع اخويا، رحت انبسطت قوي، غيرت جو، شفت حاجات حلوة، شفت ناس جميلة، شميت هوا نظيف. يعني مش معنى كده ان انا اكيد مش عارفة حاجة، لا يعني مثلا رحت شميت هوا عامة، فاهمين قصدي؟ شقلب يومك، مثلا انت بتتعود يبقى اجازتك الخميس او الجمعة او السبت، اي يوم في دول، لو 3 ايام ماشي، تنام تصحى تاكل تعمل كده. لا النهارده الخميس مثلا اي مكان جالك في عرض ان انت تروح خروجه تمشيه، انت تشتري حاجه، وانتي برضو يعني مثلا جالك خروجه تروحي تغيري جو عند قرايبك، عند جدتك، عند اي حاجه بسيطه بالنسبه لك في وقتها، ممكن تبقى حاجه كبيره جدا. ممكن مثلا تغيري بيها يومك وتبقي مبسوطه قوي. فاقده الشغف ان انا اعمل، لا ما ينفعش، لان احنا لازم نصحى من النوم كده، نصلي اللي فاتنا ونستنى الفرض اللي جايه، ونقوم كده نقرا قران، نعمل اكله خفيفه كده، ده للبنات نروق ودتنا، نغير الديكور. انا لما بزهق بجد بقوم اغسل مواعين، مش بهزر، يعني بقوم بس اغسل مواعين لو مفيش مواعين، اعمل اي حاجه في شعري، اعمل اي حاجه في شكلي، ارتب اوضتي. يعني مثلا شايفين المرايه افضل اجمع فيها كل شويه، فاهمين؟ حاجه كده تغير المود بتاعكم. ممكن مثلا تقروا كتب. الموبايل في ايديكوا 24 ساعه، ده فيه 500,000 مليون لينكات، ممكن تدخلوا تستكشفوا عالم اخر، مش اللي جه في دماغكم بس، عالم جديد، عالم كله ثقافة، عالم كله روايات، كتب، قصص، حاجات فعلا تحفة. مش شرط نمسك التليفون في التصوير والابليكيشنات وكل ده، لا بالعكس، في حاجات كتير قوي 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 ممكن اتفرج عليها، ممكن نشوفها كده، الحاجات دي يعني. طيب دي كده حاجات شرحتها وقلتها انت هنا قضي اليوم. طيب لو انا مثلا عملت كل ده ومش مبسوط، ده ايه؟ لا دي يبقى مشكلة فيك. طبعا انا موجودة عشان احلها، بس ازاي؟ يعني انا رحت مشوار، خرجت خروجة حلوة، وي 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 جيت هسير دلوقتي غلط. ليه؟ لان اللي انت عملته ده حدث غيرك بيتمنى يعمل ربعه، ان انت تقوم كده وتقعد، ده نعمة كبيرة جدا. انت كده علاقتك مش قوية بربنا. ليه؟ لان انت لو بتصلي بتقرأ قرآن هتعرف ان اللمشة دي نعمة والله. فانت لازم تفضل تحمد ربنا على اي قرار كبير، على الهوا اللي طالع وداخل من غير اي دواء، من غير اي حاجة من دول، فدي نعمة كبيرة اوي. ف يعني انا حابه بس اتكلم في الكلام نقطه دول، لان انا شفت شويه اطفال او بنات او شباب او حتى ناس في سني ما بين 20 سنه ل 25 سنه ما يعرفوش يعني ايه احمد ربنا على الهوا اللي طالع واللي داخل، على الام والاعياد والكلام ده كله. دايما شايفين ان حياتهم ممله، دايما لا، بايدك تغير او تغيري الروتين بتاعك بنفسك. اي حاجه بسيطه انت بتعمليها اعملي عكسها، او اعملي حاجه غيرها بديله انت خايفه تعملي. بالعكس، يعني انا دلوقتي بعد ما اطلع الفيديو ده هقوم انام، لا انا ممكن لو انا كده خلاص فاضيه بكره، ممكن اقوم مثلا اعمل اي حاجه جديده انا ما عملتهاش، اقف في البلكونه شويه، اي حاجه بجد والله يا جماعه، اصغر حاجه،
انت متخيل ان انت تعملها بتغير جدا في نفسيتك. اكلم ناس بحبهم، اتفرج على حاجه بحبها، الكلام ده كله. فبجد يعني يا ريت اكون فدتكم في حاجه صغيره، كنت حابه افضفض معاكم لان الموضوع ده فعلا كنت عايزه اتكلم فيه، حاجات كتير قوي عايزه اتكلم فيها بس قدام شويه. يا رب تكونوا استفدتوا من الكام كلمه اللي انا قلتهم دول، ازاي نغير الروتين بتاعنا، ازاي نغير وقت الملل، ازاي اطور من نفسي وقت الملل. فكل ده يا رب تكونوا استفدتوا بيه، متنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب للقناه عشان توصلنا ل 500 مشترك، رقم قليل قوي وتقدروا تعملوها. اكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه الفتره اللي جايه. طبعا شكرا قوي للي بيشوف الفيديوهات اللي فاتت وبيعمل لي لايك عليها، بجد بفرح قوي، واشوفكم في فيديو جديد.